على إثر تواصل اعتصام جرحى الثورة وتكميم بعضهم لأفواههم أمام المجلس التأسيسي احتجاجا على عدم تحقيق مطالبهم المشروعة، عقدت جمعية عائلات الشهداء ومصابي الثورة التونسية أوفياء ندوة تحت عنوان حوار مباشر ومفتوح بين عائلات الشهداء ومصابي الثورة وأعضاء المجلس التأسيسي وأعضاء الحكومة. 7 من جرحى الثورة قاموا بخياطة أفواههم، لكن رينا اللي حتى واحد ما ربما كان حاضر من المجلس الوطني التأسيسي حتى مجرد مساندة معنوية. والله بالنسبة للمساندة نحن يوميا نساند هؤلاء، وهم يعرفوني شخصيا ويعرفوا الأستاذة نبيلة العسكري ويعرفوا الأعضاء نتاع اللجنة اللي قاعد ساندهم، ونحن استقبلنا منهم مجموعة من الجرحى بحضور مساعدي الرئيس الأستاذة هالة وسي حاتم الكلاعي، وحضرنا معنا السيد العميد الكيلاني المنسق ما بين المجلس التأسيسي والحكومة. إذا نحن في مساندة يومية أنه الجرحى هذوما يوصلوا قرار إلى خياطة يعني أفواههم. هذه مسألة يعني مرعبة بكل صراحة، حتى الإنسان ما يرضاها. انا المسانده ما يكفيش اني نخرج بحذاهم ونحكي معاهم كلمتين في الاخر ما نخرج حتى حل. انا اللي يهمني الاجراءات. انا الاستاذه نبيله يوميا نشتغل على هذا الملف، رغم انه في بالكم انه نحن عندنا شهر من التاسيسي نناقش الميزانيه التكميليه وكملناها نهار الخميس ونص الليل يعني تقريبا. اذا يعني صباحا البارح ما كناش متواجدين في المجلس، يعني هذه مساله يعني وارهاق كبير. الميساج اللي حاب نوصله للحكومه تلهدين مانيش لاقيين عنايه لا في المستشفيات لا في اي مؤسسه حكوميه، مش لاقيين حتى اهتمام. حالتنا مدهوره فهمتني ولا الانسان معناها مازال توا يمشي بالدواء فهمتني، مازال اني مضروب في بلاصه حساس. الركبه تمست فهمت كيفاش، قاعد نعمل في ريديكاسيون تويكا وكان ما نجحتش اترسي نعمل عمليه يعني نركب بروتيز في ركبتي، والبروتيز هذه كل 5 سنين تتعاود فهمت كيفاش. دونك انا حالتي الصحيه مازالت مش ان شاء الله نقولوا احنا في تحسن، اما مازالت تطول الحكايه شوي. دونك لازم نشوفوا لها حل، وانا قاعد ناخذ بالدواء على حساب الخاص فهمت كيفاش. دونك 6 ملايين عطوهم لنا ما وفاو تو شوف الدويات، وانا قاعد نصرف نجيب الخاص يعني. سنة ونصف تقريبا على اندلاع الثورة ولم يغلق ملف الشهداء وجرحى الثورة. سمير ديلو وزير حقوق الإنسان وممثل المجلس التأسيسي اعترفوا بتشعب الملف. فما مشكلة كبيرة في هذه القضايا، هذه تبدأ قضايا واضحة، الحق واضح فيها. اللي يجيك خطوة واحدة، ما ينجمش في واحد تو في البلاد في تونس يقول قضية الشهداء ماهيش قضية عادية، وإلا قضية جرحى الثورة اللي ضحاوا بالبلاد ماهيش قضية عادية، حتى اللي يقول هذا علاش القضية هذه هي أكثر القضايا. بالنسبة للجرحى راهو سيء رفعوا ايديهم على الجمعيات وعلى اللجان وعلى الناس الكل، خاطر ما عادش عندهم ثقة في حتى الطرف. بالنسبة لهم هما المدة هذه اللي طالت الكل وما انتم تحقق حتى شيء في الملف نتاعهم، بالنسبة لهم هما توكلوا ولاو في رد فعل سلبي مع الجهات الكل. المفروض انه احنا الجهات الكل المعنية بالملف هذايا كجمعيات كمجتمع مدني او كحكومة لازم هي اللي تتنقل وتمشي للجرحى وتمشي على مستوى الولايات. فهذه راهي مسألة يعني بكل صراحة، وانا يعني خايفة انه ناقصوا في البطء اللي وقعت فيه الحكومات السابقة. هذوما الأولاد لابد أنهم يتعالجوا، رغم أنه دخلنا على الميدان وزير الصحة في كل ما نطلب منه أمبيولانس وكل ما نطلب منه أنه أحد الجرحى يقيم في مصحة أو يقيم في وكذلك وزير الحقوق أنه يقيم في أحد المستشفيات، فإنه يعني موجود هذا. لكن بكل صراحة تقول لي أنت العمل هذا كيف، يقول لك لا غير كافي. الحاضرون في هذه الندوة سواء من رجال السياسة أو من الضحايا رفضوا بشدة القبول بالقائمة الأولية لشهداء جرحى الثورة التي أصدرتها لجنة تقصي الحقائق. المشكلة تاعنا أسامينا مع مصير الإطلاق، الملفات تاعنا ما تمكنش ولا مدروس تاعنا أصلا. علاش كان ملفات أي أسماء هذه الملفات تعد متفقا بدون جزء من الناس باقيش فيه. راهو ماهوش اللي تعطى مع تقرير في توفيق بوتربالا، راهو ماهوش قائمة أولية، ماهوش قائمة نهائية وماهوش حتى قائمة أولية، لأنه بالقانون لجنة إصلاح الحقائق راهو ماهوش دورها بتاع قائمة لا أولية ولا نهائية. حالة اجتماعية متردية وصل إليها جرحى الثورة، ولم يعد بعضهم يتحمل مصاريف التداوي داخل مستشفيات الجمهورية. شكون باش يشري له الدواء؟ باش تعترف بدفين من برا. دكتور مبارك. معناها بخصوص المصاريف تتكفل بها الحكومة.
كما احتج جرحى الثورة على تأخر المحاكمات وسبوا غضبهم على وزارة الداخلية التي ترفض حسب رأيهم مد المحكمة العسكرية بالتوضيحات في خصوص قتلة أبنائهم. نحن المتهمين في قضية التهم صدقني نعرف شفناهم ويفات كتير كله معهم ونعرف من المدينة بدرس بتاعته بدرس وموقف الدنيا كله يجينا نشوفهم على بتاعنا قد مدرسات الجمهورية بيستخدموا الوثائق بتاع كرتون وبتاع الأفلام بتاع الأمنيين الجو القادة هم قبل يخدموا يعرفوا بتاع الشيء اللي كده بيداروا. هذا ووعد تمينة الزغلامي رئيسة لجنة شهداء الثورة بالمجلس التأسيسي بعرض مشروع انتداب جرحى الثورة في الوظيفة العمومية على المجلس التأسيسي يوم الجمعة القادم. إذا ما عندناش الصحافة يوم الخميس هذا مشروع الساعة نهار الجمعة الصباح فقط السيد الرئيس يقول أنه في آخر فرصة من الأيام نعمل جلسة عامة في طرف القانون هذا قانون يستحمي يعني يسمح لكل لفرد معالي الشهيد أو الشهيد أو غير عمله أنه يتحصل على خدمة شرعية. بدا وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية متأرجحا في كلامه مع شهداء الثورة بين قيم حقوق الإنسان والتجاذبات السياسية، وفي خضم هذا يبقى التساؤل مطروح: ما ذنب هؤلاء لكي يدفعوا باسم الثورة الثمن مرتين؟